خلينا نناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا العزيزة الأستاذة الإعلامية هديل لطيف، اللي تميزت بجوها وأسلوبها الفريد في الانتقاد السياسي اللي هو حق إلى كل مواطن. وأني أشكرك أستاذة هديل من برنامج بلا خوف لتلبية الدعوة، وحياك الله من برنامج بلا خوف. تحية لحضرتك ولصوتك الواضح والجريء ولهذه المساحة اللي تحققها بجهدك الذاتي ولجمهورك الكريم. هديل حقيقة يعني أنا أستفاد من حضرتك، وكلش الناس هم كذلك معجبة بهذه الأطروحة اللي تطرحينها اللي هي فريدة بأسلوبك الانتقاد السياسي، وبهذا الأسلوب اللي العائلة العراقية جدا تحب هذا الأسلوب مال حضرتك. فشكرا لحضرتك وعلى هذا الطرح اللي تميزتي به من بقية الإعلاميين. شكرا جزيلا مرة أخرى لك. ست هديل، خلي نروح على غصة الانتخابات. والانتخابات احنا بالعراق يعني حضرتك عارفين وتشيهم كذلك من المنتقدين لهذه الانتخابات اللي هي ما مثلت حكم الأغلبية ولا مثلت أنه يكون الشعب هو مصدر السلطات. الديمقراطية هي اللي يعني تنفع، والانتخابات ما توجد بيئة آمنة. وأنا شفت حضرتك كثير انتقدتي قضية الانتخابات. أكو حل بهذه الانتخابات القادمة رغم وجود هذه المشاكل والناس تتصارع على واحد حكومة وواحد بغداد راح تنفع؟ والمشكلة أنا أريد أسألك بهذا الموضوع، يقولون نعطينا فرصة ثانية، نعطيهم فرصة ثانية ست هديل؟ يعني هذا المضحك المبكي إنه عندك مشروع على الورق، مشروع متقدم، نظام ديمقراطي متقدم جدا في المنطقة، لكن للأسف على مستوى التطبيق لا نمتلك مشروعا حقيقيا يوازي ما موجود هو في الدستور أو في القوانين الموضوعة الآن. الفرصة، هل نعطي فرصة أو لا نعطي فرصة؟ يعني للأسف كل التجارب السابقة التي يعني صارت في الممارسات الانتخابية لم تكن تلبي يعني تطلعات الشارع العراقي أو حتى الجماهير الخاصة للأحزاب والمنظومات السياسية الموجودة. للأسف بالمشهد السياسي الذي تأسس من بعد 2003 ما شاهدنا ممارسة في جوها الديمقراطي البحت. يعني كان لا زال في المشهد يعني مال منفلت، وبالتالي هذا المال المنفلت ساهم بشراء ذمم وأخذ فرصة الكفاءات الموجودة اللي ما تمتلك هذا المال. الخطابات اللي مطروحة للأسف لا تستند إلى مشروع دولة، وإنما أغلب الخطابات الموجودة هي في كثير من عدها كان هنالك خطابات طائفية وعناوين فرعية على حساب العنوان العام، العنوان الوطني وعنوان بناء الدولة ومؤسساتها، وارتكزت على الخطاب الطائفي. فبالنتيجة ما تحقق مشروع حقيقي من خلال سلوك ديمقراطي واضح. أي خيار دا يحاول المواطن يسوي بسلوك حتى يلفت نظرهم، حتى يحاول يعني يصحح مشهده، مدى يسمعوا له. يعني هو مثل ما ذكرت أنت، إذا قاطع ما سمحوا له وقالوا له أنت مقاطع ونزلوا له بحملات. المواطن شلون يصحح مساره؟ لا تسمح له يتظاهر، لا تسمح له يقاطع، لا تسمح له، لا توفر له جو يوصل صوته به بشكل حقيقي. إذا شكل أحزاب ناشئة أو أحزاب جديدة القانون ما يسمح لها أنه توصل. إذا بقى معارضة موجودة بالداخل فالسلاح المنفلت، المال المنفلت، الإعلام المنفلت أيضا يحاربه ويحاصره. إذا كان هو صوت حر وإعلامي وصحفي من منبره حضرتك وآني وآخرين، لازم نخلي إحنا 60 فلتر على الكلمة، والله حتى نجمل الكلمة وما نخدش حياة المنظومة السياسية الموجودة وما تتحسس. صح. أي بلد ديمقراطي هذا إنه لازم أخلي 60 فلتر على الكلمة حتى أطلعها؟ ثم أي بلد هذا اللي إحنا يعني شيء المؤلم إنه إحنا أول بلد يكتب كلمة وتقتل به الكلمة. صح. هذه ما صايرة. الكلمة إذا قدرت تطلع بمواقع التواصل الاجتماعي وفلتناها من كل القيود الموضوعة عليها، تجي لك منصاتهم ومدونيهم ويحرضون، يسقطون، يشيطنون، وماكو تهمة ما يخلوها عليك. صح.
قول خلصت من هاي الموجة، أنت طلعت من موجة إعلامهم منصاتهم ومالهم المنفلت. إذا ما وقعت بهذا المطب توقع بمطب السلاح المنفلت، قد واحد ما عجبته كلمتك، خلصت من هذا المطب وطلعت من عنده يجيك مطب آخر إنه والله أنت مأجور، تجيك الاتهامات الشخصية. صح. فأي كلمة هاي في بلد ديمقراطي إحنا يتم بقمع الكلمة بشكل أو بآخر، أما تقمع بقانون، أما تقمع بمال منفلت، أما تقمع بسلاح منفلت. وهذا جزء بسيط من المشروع الديمقراطي اللي نحكي عليه. صح. فأنت مقيد من كل الاتجاهات. فالمواطن شو يسوي؟ انتخب ما قدر، طلع عبر ما قدر، الظاهر ما قدر. طيب شو يسوي المواطن اليوم؟ شو يسوي المواطن في ظل هذا المشهد الموجود الآن؟ شنو الحل أمامه؟